أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء وجولة في صحافة الجمعة صباح إلى الإسكندرية ليوم الجمعة 27 يناير 2023 5 رجب 1444 وجولة في صحافة اليوم مع الدكتورة نجوان حسني المستشار التنفيذي لمكتبة الإسكندرية للاتصال السياسي لكيان طاقة شباب. أهلا بيكي دكتور. اهلا نوراني وسهلا. على الهواء. أهلا اهلا بيكي. وسهلا وصباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على الساده المشاهدين. أهلا بيكي صباح الفل. أول خبر معي ومع حضرتك ومع السادة المشاهدين خبر من أخبار مصر. أخبار مصر: الرئيس السيسي يلتقي نائب رئيس الهند ويؤكد تطلعه لتطوير علاقات الصداقة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن نائب الرئيس الهندي أعرب عن ترحيبه بزيارة الرئيس إلى نيودلهي مشيدا بالعلاقات المتميزة التي تربط الشعب المصري والهندي، وموضحا حرص بلاده على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيدين التجاري والاستثماري. أيضا من أو على هامش زيارة السيد الرئيس، مصر والهند تصدران بيانا من 38 بندا للارتقاء بالعلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية. تعميق التعاون بين الصناعات الدفاعية الزعيمان يسلطان الضوء على الدور الريادي لمصر والهند في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. بمناسبة زيارة الدولة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند، فقد اتفق الجانبان على إصدار بيان مشترك يتضمن التأكيد على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية التي تغطي المجالات السياسية والأمنية والدفاعية والاقتصادية والطاقة. دكتورة نجوان، احنا شفنا هذا الخبر، والحقيقة أن علاقات الصداقة بين مصر والهند بتمتد لجذور التاريخ، حيث مصر دولة ذات حضارة والهند أيضا دولة ذات حضارة عميقة. نعم. بالظبط كده. يمكن العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند ممتدة عبر الزمان. لو هنقول إنها بترجع لستينات القرن الماضي. يمكن الهند كان لها دور فاعل جدا ودور مؤسس لدول عدم الانحياز، وكمان مصر كان لها دور فاعل أيضا في تأسيس دول عدم الانحياز، وده بيؤكد على الشراكة وعمق الدبلوماسية ما بين مصر ودولة الهند. مش بس كده، ان العلاقات بين مصر والهند هترجع للحضاره وللتاريخ. يمكن مصر بتمتد حضاراتها عبر الزمان، الحضاره الفرعونيه وجذورها وايضا الحضاره الهنديه. ده بيؤدي الى تعزيز العلاقات التاريخيه ومش بس الدبلوماسيه، لا، تجمع بين الدولتين حضارات عميقه جدا بتمتد عبر الزمان. هنلاقي ان طبعا اكيد الهند حاليا دولة متطورة. يمكن الهند بتعتبر مصر شريك استراتيجي في منطقة الشرق الاوسط. نعم. وكمان ان مصر بتعتبر ان الهند شريك استراتيجي في منطقة دول شرق اسيا، وده طبعا بيؤدي الى تعميق العلاقات بين البلدين. يمكن حاليا الهند فيها استثمارات قويه جدا، واقتصادها يمكن تعتبر خامس دوله عالميا من حيث الاقتصاد، وفعلا استطاعت انها تشق طريقها ما بين الدول الكبرى في مجال الاقتصاد. نعم. ويمكن مصر هتستفيد من الجزئيه دي مع الهند. ويمكن حاليا مع التضخم ومع الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بيها الدول العالم أجمع، يمكن مصر بدأت تفتح قنوات جديدة للاستثمار في دول شرق آسيا، وطبعا من ضمنهم الهند بأنها سباقة في مجالات كتير. يمكن هنلاقي إن الهند في مجال الدواء متقدمة جدا جدا، عندها المادة الخام للدواء، ويمكن مصر استفادت منها أيام جائحة كورونا. ايام جائحه كورونا فعلا استطعنا ان احنا نحصل على الماده الخام، بدايه كانت من الهند. نعم. وطبعا ده كان سوق مفتوح بالنسبه لنا، وكان تعميق علاقه برضو في مجال الصحه مع الهند. نعم. تمام. هنلاقي برضو ان في مذكرات تفاهم ما بين مصر والهند بدأ عقدها رئيس الجمهوريه مع الهند في مجال الزراعه، في مجالات اخرى تانية كتيره جدا، في مجال الشباب كمان، وفي مجالات ايضا الاذاعه والاعلام. ويمكن الاعلام والرساله الاعلاميه معني بيها الدوله المصريه، معنيه بيها جدا. الرساله الاعلاميه رساله عميقه جدا، ومصر حريصه على الملف دوت خاصه. كمان هنلاقي في مجال الاستثمار
الاستثمار في مصر طبعا بدأنا نفتح مجالات كتيرة جدا للاستثمار. يمكن الهيدروجين الأخضر، وده يعني طاقة جديدة جدا في منطقة قناة السويس. بدأنا نفتح المجال المجال الهيدروجين الأخضر بتكلفة استثمارية هتتم مع يعني الهند. تعتقدي حضرتك ان الهند هيبقى لها دور في مجال قناة أكيد السويس؟ طبعا، أكيد مصر بتستغل كل إمكاناتها حاليا وتعقد شراكات مع دول كبيرة جدا زي الهند، والمجال ده مفتوح ومجال جديد، ومجال أكيد هيؤدي إلى تعميق المجال الاقتصادي مع دولة الهند، وهيفتح لنا قنوات للأسواق الخارجية مش بس الهند. هيبقى ده مجال انطلاقة لمصر في مجال الهيدروجين الأخضر، بما إنه تقنية جديدة وحديثة، فإحنا بنتطلع دايما لكل ما هو حديث. بما إن إحنا بدأنا ننشئ مدن كبرى، مدن الجيل الرابع، يمكن إحنا عندنا دلوقتي تم افتتاح 23 مدينة من مدن الجيل الرابع، وده بيأهلنا إن إحنا بنبدأ يعني ندخل بقلب جدا مع الدول، ومنها طبعا الهند. وعشان كده يمكن الاستثمارات بتقدر ب 8 مليار مع الهند في مجال الهيدروجين الاخضر. مش بس كده، ده هيتم كمان تبادل تجاري هيصل لحوالي 7 مليار دولار مع الهند، وطبعا ده حاجه كويسه جدا بالنسبه لنا. الى جانب لو هنبص على الهند ومدى يعني شراكتها مع مصر، هنلاقي ان احنا عندنا 50 شركه هنديه في مصر بالفعل، بواقع استثماري بيحقق عقبال ما يبقوا 500 بالظبط ان شاء الله، بواقع استثماري حوالي 3.1 مليون دولار. طبعا ده كاستثمار في مجال مصر في التوقيت ده بالذات. احنا بندي رساله للعالم ان مصر قادره اكيد انها تنطلق اقتصاديا في ظل الازمه الراهنه الحاليه، وده طبعا اكيد يعني مجهودات عملاقه من فخامه رئيس الجمهوريه في هذا الشق تحديدا. يعني كمان يا دكتوره، اذا كنا احنا بنقول عندنا الزحام والتغلب على مشكله الزحام وتكدس السكان والمواطنين في منطقه واحده، ده تبقى الهند ايه صاحبه المليار والربع مليار مليون نسمه. يمكن الهند استغلت تاخدي منها في هذا الاطار. يعني اكيد ان الهند كمان استغلت الطاقه البشريه عندها، يمكن هي حاليا بتضاهي الصين في طاقتها البشريه، لكن الهند استطاعت انها تستغل الطاقه البشريه دي واصبحت فعلا متقدمه. الاخيره يمكن رؤيه مصر 2030 والرؤيه المستقبليه بدانا ان احنا نعمق جذورنا اكتر بان احنا مثلا اول حاجه بالنسبه لنا ان احنا فتحنا طرق. طبعا موضوع الطرق والكباري ده سهل موضوع التبادل التجاري طبعا اكيد، وده بيدي والاستثمار في مصر. يمكن الطرق والكباري تم انشائها طبعا الداخليه للمواطنين يعني. بالظبط، سرعه التنقل وسرعه التبادل التجاري مع الدول الخارجيه، ويمكن دي رساله من مصر لدوله الهند. واكيد الزياره لها انعكاسات في شتى المجالات، مش بس المجال الاقتصادي اكيد طبعا. نعم، وفي مجال الدفاعي ايضا. بالظبط، فعلا في تبادل فعلا في التدريبات. يمكن دي ما تعتبرش الزياره الاولى لفخامه رئيس الجمهوريه للهند، لا دي تعتبر الزياره رقم 3، لان بدات العلاقات يعني تفعيل العلاقات من 2015 كانت اول زياره للهند لمصر، واستمرت اللقاءات مستمره في 2017 و2019 وصولا للاحتفال بانطلاق جمهوريه الهند. نعم. الخبر التالي من أخبار مصر: زيارة السيدة إنصار السيسي لمستشفى الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر. زارت السيدة إنصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، واستمعت قرينة الرئيس إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المستشفى من الدكتور خالد النوري رئيس مجلس أمناء مؤسسة شفاء الأورمان وعددا من الأطباء بالمستشفى. وكتبت السيدة إنصار السيسي عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: سعدت اليوم بزيارة مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، وأود أن أشيد بالجهود العظيمة التي شهدتها خلال تفقد الأقسام المختلفة في هذا الصرح العالمي على أرض مصر، والذي يقدم أفضل رعاية لأطفالنا على مستوى ممكن. يعني أنا عايزة أقول لحضرتك دكتورة نجوان، يعني ما فيش أي مجتمع يكون مجتمع حضاري أو إنساني إلا بالاهتمام بالأطفال وكبار السن. اكيد طبعا، ما فيش شك من الكلام اللي حضرتك بتقوليه دوت. ويمكن احنا بنقول دايما ان الصحه تاج على رؤوس الاصحاء. ويمكن زيارة حرم رئيس الجمهورية سيدة انتصار ده بيشير لحاجة جميلة جدا. أكيد طبعا دي لمسة حانية من فخامة السيدة انتصار بتبث روح الأمل في أطفالنا اللي هم سواعد الغد. أكيد دي لمسة حانية.
وفي إشارة منها طبعا يمكن توقيت الزيارة كمان لو هندخل في عمق الخبر. أكيد توقيت الزيارة مع بداية عام 2023 ده بيشير لاهتمام الدولة المصرية بهذه الكيانات الأطفال مرضى السرطان، بتبث فيهم روح الأمل والتفاؤل وفي بكرة اللي جاي، وإن إن شاء الله هيتم القضاء على المرض الخطير دوت. وهنقول إن مستشفى الأورمان يمكن بتتمتع بان هي بتخدم حوالي 500 طفل وكبار السن ايضا بالمجان على فكره. بتتمتع كمان بالتقنيه الحديثه. يمكن مساعي الدوله المصريه سعت الدوله المصريه انها تحصل على الرخصه الذهبيه في المجال دوت، في مجال التحول البيئي، لان مستشفى الأورمان حصلت على تعتبر اولى المستشفيات الخضراء في جمهورية مصر العربية. طبعا المساحة الخضراء أكيد مطلوبة، وإحنا سعينا أكيد إن إحنا نحصل على النجمة الخضراء في الفنادق، في السياحة وفي مجال السياحة، وأيضا في مجال المستشفيات، إن الاستشفاء بيتم من خلال أيضا الطبيعة مش بس استخدام الأجهزة الحديثة. يمكن كمان بدأنا نستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي وفي اكتشاف مرض السرطان. حاليا بدأت الدولة المصرية بتخترق هذا المجال الذكاء الاصطناعي للاكتشاف المبكر لمرض السرطان بالنسبة للأطفال والكبار، ومش بس الاكتشاف، لا كمان العلاج. ويمكن بدأنا ندخل العلاج الهرموني. فالعلاج الهرموني دي تقنيه جديده جدا ان انا استخدمها في مجال الكشف المبكر على السرطان طبعا، او في علاج السرطان. دي حاجه طبعا كويسه جدا. وهنقول برضو ان يمكن الدوله المصريه مش بتهتم بس بمرض السرطان للاطفال فقط، ولكن يمكن في مجهودات عملاقه لسيدات مصر والكشف المبكر على سرطان الثدي. ويمكن استطعنا ان احنا نغطي حوالي 31 مليون سيده في الكشف المبكر على سرطان الثدي. ودي طبعا مجهودات للدوله المصريه وباسعار رمزيه تماما، يعني جداً. عايزه اقول ان هي تكاد تكون مجانيه. لا، في مبادرات فعلا، مبادرات لدعم صحه المراه اطلقتها الحكومه المصريه بالمجان، الكشف المجان على سرطان الثدي. وده طبعا حاجه رساله عميقه من الدوله المصريه للاهتمام بالمراه وصحه المراه المصريه اللي هي اساس المجتمع. الحقيقه يعني كانت قصدتني وقالت لي تعالي معايا انا عشان عايزه، انا شاكه في حاجه يعني عايزه اروح اعمل. الحمد لله يا ربنا يعني فداها وكانت تمام. وانا لما رحت معانا سعدت جدا. مكان منظمه الصحه العالميه اللي كان هنا في الاسكندريه سابقا، رحنا هذا المكان اتفاجئت ان تخصصات مختلفه في هذا المكان والكشف باسعار رمزيه يعني زهيده للغايه. تمام. يعني انا كنت سعيده يعني الحقيقه بالخدمه دي. اكيد، لان احنا عندنا دلوقتي مبادرات كتيره جدا بتطلقها الدوله المصريه لخدمه صحه المواطن. يمكن احنا بنقول بناء الانسان المصري. بناء الانسان المصري ده مش هيتم الا من خلال اول حاجه الصحه. زي ما قلنا ان الصحه دي اساس العمل، اساس الانتاج، اساس التقدم. فاذا الدوله المصريه مهتمه بصحه المواطن، مش بس اطفال مرضى السرطان، لا المراه المصريه مش بس كمان هنتكلم على السرطان وبس، لا احنا عندنا كمان الفيروس سي. الحكومه المصريه استطاعت من خلال حياه كريمه الكشف المبكر على فيروس سي، وبالفعل تم القضاء على فيروس سي. ننتقل للأهرام المسائي. والقوات المسلحة تنظم زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية. نظمت القوات المسلحة زيارة لأبطال قادرون باختلاف للكلية الحربية، وذلك في إطار مسؤولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم. بدأت الزيارة بكلمة الفريق أشرف سالم زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، أعرب خلالها عن اعتزازه بأبطال مصر أبطال العزيمة القوية قادرون باختلاف، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تفخر دوما بشبابها باعتبارهم نواة المجتمع وقواته النشطة ودورهم الهام في بناء المستقبل، مؤكدا أن الكلية الحربية تعمل على تخريج أبطالا محصنين بالعلم والمعرفة قادرين على حفظ الوطن وصون مقدراته. يعني أسمع تعليق حضرتك. لو هنقول قادرون باختلاف، قادرون باختلاف في قلب وعقل وفكر. الفئة الثالثة بعد الأطفال أكيد الحقيقة، أو معهم مش عارفة مين الأول ومين الثاني، مش عايزين يعني اسمها نرقمهم، ولكن هي يعني أي مجتمع
يعني ما يساعدش غير القادرين بأي شكل ما يبقاش مجتمع. بالظبط. يمكن انا من وجهة نظري انا الشخصيه، نعم. يمكن انا محتكه بالمجال ده شويه، فبقول ان حضرتك بتقولي مثلا الفئه الثالثه، انا بقول هي الفئه الاولى من تقديري انا الخاص، لان اكيد الفئه دي فئه فاعله جدا بالمجتمع، وعاوزه اقول ان قادرون وعندها طاقه طبعا، طاقه خطيره، ومستغله حاليا. الدوله المصريه معنيه بالاستغلال الطاقات الشبابيه والطاقات قادرون باختلاف. ولو هقول ان قادرون باختلاف في قلب وعقل وفكر فخامه رئيس الجمهوريه، ده صحيح. وبيأكد على كده ان بدايه انطلاق قادرون باختلاف كان في 2018 النسخه الاولى، اكيد برعايه فخامه رئيس الجمهوريه، وفعلا تم عمل سبوت جامد جدا على قادرون باختلاف. تم رعايتهم من الدوله المصريه في المجال الرياضي، في مجال الصحه، في مجال التعليم، في شتى المجالات فعلا، واثبتوا جداره جدا في تمثيل مصر ايضا في المحافل الدوليه. ويمكن احنا حاليا بصدد تم تنفيذ بالفعل قادرون باختلاف للنسخه الرابعه في اخر 2022 شهر 12 2022، وكان في احتفاليه كبرى. ودايما فخامه رئيس الجمهوريه حريص جدا على حضور تلك الفعاليه وتلك المهرجان اللي بيتم فيه تكريم المميزين علميا، مميزين رياضيا، وفي شتى المجالات من قادرون باختلاف. ويمكن كمان فخامه رئيس الجمهوريه اشار بانشاء صندوق لقادرون باختلاف، واللي بيخدم قد ايه 42,000 شاب وفتاه على مستوى الجمهوريه من قادرون باختلاف. وكمان انشاء 20 مركز لخدمه قادرون باختلاف على مستوى الجمهوريه. واكيد دوت بيشير لفعلا اهتمام وعنايه الدوله المصريه بقادرون باختلاف وذوي القدرات والهمم. مش بس الدوله المصريه، جميع مؤسساتها. وشرفونا الحقيقه في المحافل الدوليه وخاصه الرياضيه، ويمكن وزاره الشباب والرياضه معنيه بهذا الملف، وفي أنشطة كتيرة جدا جدا بتتيحها وبتقدمها وزارة الشباب والرياضة برعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي. فعلا معني جدا وبيمشي بالتوازي مع اهتمامات الدولة المصرية في شتى المجالات. وفعلا قادرون باختلاف هنفضل نقول ان هم في قلبنا وعقلنا وفكرنا جميعا. والله انا هتكتب بحروف من ذهب في صفحة الرئيس. أكيد. العناية بذوي الهمم وقادرون باختلاف، وأسرهم على فكرة وأسرهم يعني إن ما عملش والله غير اهتمامه بالأطفال ورعاية الأطفال اللي هم مرضى السرطان ورعاية كبار السن والقضاء على الإرهاب وتمييزه وإعطائه لهذه الفئة اللي هم قادرون باختلاف كل العناية وكل الاهتمام والرعاية وحياة كريمة. الاهتمام بالمهمشين من أهالينا أكيد. في سواء في الوجه البحري أو في الوجه القبلي الحقيقة يعني. ولكن القرى المصرية القرى الأشد احتياجا كمان، يمكن القرى الأشد احتياجا هي أكثر احتياجا لحياة كريمة، وده اللي فعلا بدأ تفعيله جدا في عديد من القرى. نعم. الخبر التالي من الجمهورية: حياة كريمة القومي للمرأة بالإسكندرية ينفذ 12 ورشة حرفية ببرج العرب. أعلنت ماجدة الشاذلي مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية أنه تم تنفيذ 12 ورشة حرفية على التوازي، وتم تنفيذ التدريب بمركز تنمية المرأة الريفية مديرية الزراعة بالبرج القديم بمركز ومدينة برج العرب. وقامت بالمتابعة وداد أبو المكارم عضو الفرع ورئيسة المركز، وذلك من خلال 8 دورات رئيسية بإجمالي 12 ورشة تستهدف إجمالي 240 سيدة مقسمين إلى مجموعات من خلال ورش متوازية ومتتالية تتراوح ما بين يومين إلى 6 أيام. في مدينة الوادي الجديد أيضا قامت مؤسسة حياة كريمة بعمل 100 جهاز عروسة، ده حاجة جميلة جدا للفتيات المقبلات على الزواج من أبناء المحافظة. يعني دي معلومة كاتبها لي بالإيد أستاذة رئيفة بقى مؤدة البرنامج لينا. يعني الحقيقة يعني الاهتمام برضو بالحرفة أكيد. وتعليم السيدات يعني بعض الحرف اليدوية اللي تساعدهم على إقامة حياة كريمة ليهم وللمجتمع، ده شيء طيب عظيم. أكيد. يمكن احنا بنقول إن المرأة نصف المجتمع من حيث التكوين وكل المجتمع من حيث التأثير، مفيش شك بالكلام دوت. أكيد المرأة مؤثرة جدا في شتى قطاعات ومؤسسات الدولة، وأثبتت جدارتها في شتى المجالات. ويمكن المجلس القومي
القومي للمرأة معني بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، ودوت علشان تثبت ذاتها وتقدر تصرف على أسرتها وتقدر يبقى ليها كيان، التمكين الاقتصادي للمرأة. ده المعنية بيه فعلا المجلس القومي للمرأة. ويمكن الأستاذة الدكتورة ماجدة الشاذلي معنية بالملف دوت، وفعلا بتشتغل يعني قائمة على قدم وساق في الموضوع دوت، وفعلا هي اكتف جدا في الموضوع ده، ولها ايادي بيضاء في ولمساتها الحانيه مع المراه السكندريه خاصه. ويمكن بدا في بروتوكولات تعاون كتيره جدا مع مؤسسه حياه كريمه ومؤسسه مصر الخير، والكونتاكت اللي تم دوت طبعا لخدمه قطاع كبير من المراه في رياده الاعمال، مجال رياده الاعمال، تعليم المراه حرفه انها تقدر تواجه المجتمع، وتأهيل المرأة لسوق العمل. ده طبعا شيء مش مستهان بيه، بالعكس ان انا بأهل المرأة انها فعلا تبقى تقدر تفتح مجالات كتيرة جدا للعمل لإثبات ذاتها والصرف على أسرتها. طبعا احنا أكيد بنمر بظروف صعبة الفترة دي، وبحاجة فعلا لعمل المرأة في شتى المجالات. فده نظرة يعني مهمة جدا جدا، مش بس المرأة اللي بنديها اهتمام عشان نعمل توازن في الموضوع، لا أكيد الشباب برضو احنا بنولي ليهم اهتمام. ويمكن أنا حابة أحط سبوت على كيان طاقة شباب. كيان طاقة شباب أكيد إن الدولة المصرية زي ما هي معنية بالمرأة كويس جدا، معنية بطاقات الشباب العملاقة. أنا بقول طاقات شباب عملاقة، ويمكن ده هيخليني أدخل على ملف مهم جدا جدا، وحابة أحط سبوت عليه وأعرف السادة المشاهدين بكيان طاقة شباب. يمكن كيان طاقة شباب انطلق من صعيد مصر من 3 أعوام تقريبا تحت رعاية مجلس الوزراء، تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. ومن هنا بقدم تحية. إيه بقى طاقة شباب؟ طاقة شباب هو طاقة استخدام طاقات الشباب العملاقة في شتى المجالات، إنما بيمشي بالتوازي مع توجهات الدولة المصرية في ليه محاور طبعا شغال عليها. أول حاجة كان طاقة شباب زي ما قلت انطلق من صعيد مصر، كان بيضم 28,000 شاب من مستوى محافظات الجمهورية. بعد كده بدأ يتشعب، بدأ حصل كونتاكت ما بين كيان طاقة شباب وطاقة شباب مصر المبدع. اندمج الكيانين دول على بعض. ويمكن كيان طاقة شباب تحت رعاية هو كان تأسيسه بالمدير التنفيذي له الدكتور ماجد عبد الجواد، ورئيس الكيان الأستاذ وحيد إدريس. ويمكن حاليا وصل كيان طاقة شباب لحوالي 480,000 شاب على مستوى الجمهورية. ده شيء جميل قوي. بيعمل على 5 محاور. اهو تتكلمي عن طاقة شباب، بيعمل يعني 5 محاور. أهم حاجة ال5 محاور بالظبط، ال5 محاور اللي شغالة عليها. أكيد هي شغالة على محاور مع الجمهورية الجديدة طبعا أكيد، والتحول الرقمي والتضخم السكاني وملف الإدمان وملفات كثيرة جدا هو قائم عليها، ودوت فعلا بيخدم أكيد هيبقى لنا لقاء مفصل وهديك فرصة أكبر ووقت أوسع إن شاء الله. إن شاء الله. تمام. الخبر التالي من الأهرام: محافظ الإسكندرية يشدد على رفع كفاءة الإضاءة العامة بجميع أحياء الثغر. شدد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية على الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المحافظة، وتكثيف الأعمال الدورية لصيانة الأعمدة وإحلال وتجديد الكابلات المتهالكة، مؤكدا إزالة المخلفات الناتجة عن عملية الإحلال والتجديد في وقتها. مدينة الصغر من خلال المشروعات الجديدة تستعيد مكانتها كعروس يعني كعروس البحر المتوسط والعاصمة الثانية لمصر. يعني الحقيقة يعني تجديد الإضاءة دي وإحلال الإضاءة في كل ربع مصر. أنا كتير كان من عدة سنوات الحقيقة كنت بتصل بمحافظ الإسكندرية الأسبق اللواء عادل لبيب، وأقول له إن الطريق الدائري النور مولع بالنهار بالظبط، ويبقى بالليل مطفي للأسف كان في فترة كده. فقال لي فعلا في خلل هيحصل، والخبراء مش عارفه كانوا ألمان ولا طليان أنا مش متذكرة، يعني احنا يعني مستعدينهم عشان يشوفوا لنا الخلل ده ليه
حصل اللخبطه دي يعني بالليل مطفي وبالنهار منير يعني. يمكن حاليا الوضع افضل. يمكن المحافظه فعلا معنيه جدا بالاضاءه وتحسين الاضاءه وتحسين الرؤيه، سواء على الكورنيش او في الاماكن الداخليه، حتى في الشوارع الداخليه بدات الاناره فعلا افضل. ويمكن دلوقتي لمض الليد سهلت الموضوع، بقى الموضوع افضل. واسكندريه دلوقتي يمكن احنا بنقول فعلا هي عروس بحر متوسط، ولكن دلوقتي في اهتمام اقوى بالاسكندريه والواجهات الحضاريه فيها. ويمكن زي ما احنا كلنا شايفين محطه مصر والتطويرات اللي تمت فيها، ما حدش يقدر ينكر مجهودات محافظ الاسكندريه في هذا الشق تحديدا، وبذل مجهودات كبيره جدا لجعل محطه مصر مدينه موقعها اصبح سياحي. طبعا قطع الاسواق اللي هي العشوائيه تم القضاء عليها، الموقف عندنا كمان شارع 45 والتجديدات اللي تمت فيه. لا يعني في تطويرات غير محور محموديه، يعني في اماكن كتير جدا في اسكندريه فعلا. 45 بقى حاجه عالميه، حاجه رائعه بقى حاجه مشرفه بجد. والاهتمام بالتراث ده سيوله المرور بقى يعني بالظبط. تسيير حركه المرور دي حاجه مهمه اللي جدا. رايح على المنظره يروح، واللي رايح على وسط البلد بقى ومتجه الموضوع بقى افضل فعلا كطرق وكمواصلات، وكمان الشكل بقى حضاري قوي جدا يعني جدا. حتى من الناحيه الجماليه اصبح منطقه الحرص على التراث، شكل التراث. ومش هننكر برضو المنتزه والتطورات اللي حصلت فيها. لا الموضوع فعلا اسكندريه اختلفت، بقت واجهه حضاريه رائعه فعلا، استعاده مكانتها كما كانت من قبل. نعم. خبر التالي من الأهرام أيضا، الأرصاد بقى ودرجة الحرارة. ارتفاع درجات الحرارة يعني بقيمة تصل ل4 درجات خلال ال 48 ساعة المقبلة. وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن شهر يناير يشتهر دائما بأجواء شديدة البرودة وسقوط كميات كبيرة من الأمطار خاصة على السواحل الشمالية. ويرى البعض أن شهر يناير هذا العام مختلف بسبب الاستقرار في الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وقلة كميات الأمطار. وأضافت هيئة الأرصاد ولكن تبعا لتسجيلات المحطات والسجل المناخي داخل الهيئة العامة للأرصاد الجوية يتبين تكرار ارتفاع درجات الحرارة لمدة يوم واحد وسرعان ما تنخفض بعدها، كما تكررت أيام الاستقرار وتكون الشبورة المائية في الأعوام السابقة. الحقيقة أن النهاردة في لمسة برودة شديدة جدا بتنبئ بسقوط أمطار. بالظبط. ربنا يستر. احنا شايفين ان الصبح حجم الشمس، حجم الرؤية في مدينة الإسكندرية هذا الصباح. بالظبط. احنا علينا ان احنا اهم حاجة ان احنا نحافظ على نفسنا جدا في البرودة، جو البارد دوت طبعا عشان صحتنا. فيعني يمكن الأرصاد بتشير لنا ان احنا نتصرف ازاي بحيث ان الدنيا تبقى معانا كويسة يعني. نعم. بس النهارده انا كنت متوقعه الحقيقه، ولا يعني طبعا لما قريت صحافه اليوم توقعت ان الجو يعني بتاع اما خرجت من الجو لا ما جبتش افضل حالا معايا بقى يعني افضل حالا. يمكن هذا لمسه شديده الصقيع يعني. انا بقول بس المشاهدين عشان اللي بيتابعونا دلوقتي ياخدوا حذرهم وهم يلبسوا لا البلطو. النهارده الجو شديد البروده يعني. في خبر هنا عن جامعة الإسكندرية. استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية صباح الأربعاء وفد هيئة الفولبرايت بالقاهرة برئاسة الدكتورة ماجي نصيف مدير الهيئة، وذلك لبحث سبل التعاون وتعزيز منظومة البحث العلمي بجامعة الإسكندرية وتنمية قدرات الباحثين في مختلف المجالات البحثية وتبادل الثقافات والمعلومات والخبرات بين الجانبين. وفي بداية كلمته رحب الدكتور قنصوة بأعضاء الوفد في رحاب جامعة الإسكندرية، موضحا أن هذا اللقاء يأتي من خلال حرص جامعة الإسكندرية على تطوير منظومة البحث العلمي وتنمية قدرات الباحثين والكوادر الجامعية وإعداد القادة وتأهيلهم إلى المستقبل، لا سيما مع التوسع الذي سوف تشهده الجامعة في إنشاء فروع دولية قائمة على نظام البرامج والدرجات العلمية المزدوجة. الحقيقة أن هذا الخبر احنا حبينا نشير إليه النهاردة لأهمية البحث العلمي. أكيد أهمية البحث العلمي. احنا معنيين طبعا أكيد بالأبحاث العلمية الجديدة، ومعنيين إن احنا فعلا يحصل بروتوكولات تعاون مع الجامعات الخارجية، لأن ده أكيد بيعمق الثقافات، واكيد التبادل الثقافي ده حاجه مهمه ومطلوبه عشان نقدر ننفتح على العالم الاخر في المجال العلمي. وده شق اكيد مهتمه بيه الدوله المصريه، ان احنا عندنا كيانات شبابيه قويه في هذا الشق
تحديدا الاكتشافات العلميه المستمره من الجامعات المختلفه. يمكن بيدعموا جامعه اسكندريه، يمكن بتتميز جامعه اسكندريه انها مناره العلم فعلا زي ما بنقول، ومناره للابحاث العلميه المتجدده بشكل مستمر يعني. واستقدام كمان الباحثين من جامعات العالم المختلفه كمان لتقديم رؤيتهم للنهوض بالبحث العلمي في مصر، دي برضه حاجه اكيد التبادل الفكري مطلوب. جامعه اسكندريه اكيد التبادل الفكري مطلوب، وتبادل الثقافات اكيد حاجه هتضيف لنا بعد اخر طبعا في مجال العلمي اكيد. نعم. يعني الحقيقه يعني دكتوره نجوان حسني الرئيس المستشار التنفيذي لمكتبة الإسكندرية، كيان طاقة شباب مش مكتبة اسكندرية. نعم. المستشار التنفيذي للاتصال السياسي لكيان طاقة شباب، بعيدا عن مكتبة اسكندرية. بعيدا عن مكتبة الإسكندرية، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة. نعم. يعني معلومة مهمة. شكرا ليكي على هذا اللقاء وإسراء البرنامج الحقيقة بآرائك المتعددة في مجالات مختلفة. ونلتقي بكم مشاهدينا الأعزاء إن شاء الله الأسبوع القادم. أما الآن في صباح الإسكندرية بترككم بصحبة الزميلة مها الشافعي وباقي فقرات صباح الإسكندرية. كونوا معنا. التوسع في الإفراط معنا.